يا ربي السلامه. سمحوا لي خوتي، هذا النوع ديال الاخبار ما تنبغيش نقولها لكم، ولكن بالنسبه للناس اللي ما شافوهاش، اليوم اللاعب ديالنا المغربي امين عدلي تعرض لواحد الاصابه خطيره في الماتش ديالو في دوري ابطال اوروبا، وتصوروا معايا مسكين على زهر عنده. دخل كبديل في الدقيقه 63، ما لعب حتى ثلث ساعه، دخل هاد اللاعب هذا ديال بريس. التدخل هذا تدخل عنيف بزاف، وتعرض للاصابه امين عدلي واضطر انه يغادر الملعب في الدقيقه 83. نتمنوا له اخوتي ان دوز لي طريفه والشفاء العاجل. في الاخر الماتش سالب 1-1. من بعد الماتش المدرب ديال باير ليفركوزن الاسباني تشابي الونسو خرج في واحد التصريح تيقول على ان امين عدلي تعرض لاصابه على مستوى الكحل، يعني عنده واحد الاصابه في الشوفيه ديالو. نتمنوا له اخوتي الشفاء العاجل. وتيضيف تشابي الونسو ان هذا الخبر هذا كان واحد الضربه مؤلمه، وكان هو اسوأ خبر ليهم اليوم في هذه السهره ديال دوري ابطال اوروبا. معجزه هادي، ما تقولش لي عقلي يبغي يحبس. ليل كتغلب اتلتيكو دو مدريد في التيران ديالها في مدريد. لا ما يمكنش. الفارق ديال اللاعب ديالنا المغربي اسامه الصحراوي وترى غادي في دوري ابطال اوروبا. داك النهار الريال واليوم اتلتيكو دو مدريد، والله حتى العجب. ودخل اللاعب ديالنا المغربي في الدقيقه 88 وتحصل تنقيط ديال 6.5 في باقي مباريات اليوم، حيث تلعبات مباراه غالاتا سراي في الدوري الاوروبي وفازوا بنتيجه 4-3. اللاعب ديالنا المغربي حكيم زياش ما لعب حتى دقيقه في هذه المباراه. علاش زياش ما لعبش؟ الصراحه هذه نقطه استفهام كبيره. علاش المدرب قام بهذا الاختيار؟ الصراحه ما فهمتوش. علاش؟ لان في الماتش الاخر كانت العوده ديال زياش، قدم مباراه مزيانه وخد كبديل، عطى تمريره حاسمه، الله اعلم. 4 بزاف شنو لير مسكين، وطرطقتو لي المراره وهو جالس في داك البونتوش. واش هذاك الباير اللي لعبتو ضدهم ولا ديبورتيفو الافيش؟ رجل شوف اليوم البارسا والله تترفع لهم القبعه، لان داروا ماتش مثالي. النار جاد خونا هذا، والبارسا غدا مزيان. البارسا اليوم كان كلشي فيها مزيان. لامين يامال ماتش واعر، مع العلم انه كان لاعب ضد الفونسو ديفيس وعطات تمريره حاسمه. ليفاندوسكي اليوم كتحس بيه بحال عنده 25 عام، والارقام التاريخيه ديالو في هذا الموسم هذا 15 هدف اللي وصل اليوم. الثلاثيه ديال رافينيا راه صافي، هذاك هو مسك الختام. الماتش الجاي هو مفترق الطرق الصراحه. شوف البارح الريال دار ريمونطادا تاريخيه، دقات لك دورتموند، واليوم البارسا لقنات لك درس تاريخي للباير. البارسا الا ربحات الكلاسيكو غتهرب على الريال. الساعه غيولوا 6 النقاط ديال الفارق، فين تشدوا ماشي. بصراحه هذا الماتش هذا كنحس على ان غنعاودوا نرجعوا نعيشوا الكلاسيكو ديال يامات زمان.